أنا مصري قبطي ولست عربيا. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة في الجملة دي؟ ايه المشكلة ان حد بيعرف جذوره او بيتكلم عن هويته؟ يعني ايه المشكلة؟ ليه بلاقي مثلا بعض المصريين بيهاجموا مثلا اي حد بيتكلم بالطريقة دي، او حتى كاتب كومنت لا 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 اله الا الله احنا عرب إيه العلاقة؟ ايه العلاقة؟ وكأن مثلا لما اقولك على هويتك او جذورك، او اقولك ان انت مصري قبطي، انا بعرفك جذورك حضرتك، ده عرق، يعني انت من الاقباط، سواء كنت مسلم او مسيحي، فانت عندك مشكلة ليه ان انت قبطي حضرتك؟ يعني فين المشكلة؟ هل انا النهاردة كده بقولك ان انت وثني؟ ان انت مثلا احنا دلوقتي هنتجمع بقى كلنا في المتحف ونعبد تماثيل يعني؟ ولا إيه؟ مش فاهمة يعني. يعني فين العقل في الموضوع؟ الموضوع غريب جدا. وانا اصلا يعني جماعة الناس بتحاول تسرق مننا تاريخنا وجذورنا، انتوا بتهزروا؟ انتوا ازاي بتتكلموا بالطريقة والصيغة دي؟ انتوا بجد مش مدركين اللي بيحصل حوالينا؟ وبعدين يعني احنا تخطينا الموضوع ده كتير، واتكلمنا قبل كده وقلنا ان المصريين القدماء كانوا موحدين، وكانوا بيعبدوا الله الواحد الأحد. ولو في بعض الملوك شبهوا نفسهم بالآلهة عشان السلطة، أو عشان فده سلوك فردي، الشعب كان موحد. فانا مش فاهمه يعني انتوا ايه مشاكلكوا لما حد يجي يتكلم عن هويته او جذوره؟ احنا لازم ندافع عن هويتنا وجذورنا في الوقت الصعب اللي احنا فيه. النهارده هم عايزين يسرقوا منك هويتك وجذورك عشان يسرقوا منك الارض، يقولك لا والله حضرتك مش مصري، لا لا انت عربي. احنا مش عرب، نحن مستعربون. نحن لم نأتي من شبه الجزيرة العربية عشان نطلق على نفسنا عرب، احنا مش عرب. لازم تكون فخور بانك مصري قبطي موحد. حتى اجدادك لما تدخل المتحف، اخناتون كان بيعبد الاله اتون. اتون معناها الاله الواحد، وسمى نفسه اخناتون، يعني عبد للاله الواحد. يعني من الاخر الملك عبد الواحد. ها، في اكتر من كده؟ الملك تحتمس الثالث كان بيقول اعطوا الطعام للجائع يعطيكوا الرب اضعافه. ده واحد كافر يعني؟ دول اجدادك اللي عملوا امبراطورية عظيمة، اللي حموا البلد دي، اللي حطوا قوانين. يا نهار ابيض! يعني احنا بنتكلم عن ناس عظماء في التاريخ، بنوا دولة، عملوا امبراطورية، واحنا من نسلهم. فانت بتتنصل من نسل العظماء الموحدين على فكرة، عشان يجي حد يقولك لا انت مش مصري. لا لا، النغمة دي بقت كتير. يعني انا بتضايق قوي لما الاقي حد كاتب لا انا مسلم، انا موحد، أنا لا اله الا الله. هو احنا بنطلعك من الملة؟ يعني احنا النهارده لما بنقول لك انت مصري قبطي، احنا كده يعني بنسحب منك ايمانك؟ احنا بنعرفك تاريخك، بنعرفك جذورك، بنعرفك هويتك. انت ايه مشاكلك اصلا؟ ليه تكتب كومنت زي ده؟ ولا ليه حد اصلا يبقى بيعلق لاي حد بيتكلم بالطريقه دي؟ دي حاجه غريبه جدا. هل في مصريين من نسل العرب؟ ولكنهم يعني محدودين، يعني ما يجوش حتى 17% من المصريين.